للست الذكيه اللي مش بتخلي جوزها يقول لها انت بتودي فلوسي فين. يعني ماديا مش بيصرف، معنويا مش سند. لو انت جوزك ما بيسالش عليك ولا على عيالك ولا بيصرف ولا حتى بيقولك كلمتين حلوين يطبطبوا كده على قلبك، يبقى الفيديو ده ليكي انت. النهارده هنتكلم عن الزوج المهمل الشامل بقى في كل حاجه، في المصاريف معاكي مع الولاد كل حاجه. بس قبل اي حاجه ما تنسيش تتفرجي على الجزئين اللي فاتوا، هسيبهم لك تحت، وما تنسيش تعملي لي لايك واشتراك علشان تشوفيني تاني، او متابعه لو بتتفرجي على الفيسبوك. ونقول بسم الله ونشوف هو الراجل ده نعرفه ازاي، ايه العلامات بتاعته، نعرفه منين. رقم واحد، لو طلبات كل البيت عليك انتي، يعني من الاول مثلا الايجار والنور لغايه كيس اللبن اللي انتوا بتشربوه بالليل. تاني حاجه، حتى لبس الولاد بيخليك انت اللي تجيبيه. رقم 3 بقى، وانت عيانه بيقولك ربنا يشفيك كده بقيه، يعني حتى ما بيجيبلكيش كوبايه ميه يناولك اي حاجه كده. من الاخر ما بيحبش يساعدك حتى وانت تعبانه، يعني ماديا مش بيصرف، معنويا مش سند. ولو اتكلمتي معاه بقى هيقولك هو انا قصرت معاكي في حاجه؟ اه يا عم انت قصرت، انت مش واخد بالك ولا ايه؟ عايزين نعرف بقى اثره على الزوجه وعلى الولاد. يعني سيادتك كده لو انت في الموقف ده هتحسي بايه؟ هتحسي انك متجوزه هو مش متجوزه، يعني تعبانه ومضغوطه وحاسه انك لو وقعتي محدش هيشيلك. ده بالنسبه للست. اما بقى بالنسبه للولاد، لو ولد بيحس انه ملهوش دعوه باي حاجه، هي دي الرجوله عنده، يعني بيتربى انه شايف باباه ما بيعملش حاجه وهو كده راجل، يبقى انا هطلع براجل زي بابا ما بحطش ايدي في حاجه. ولو بنت بتدور على الحنان بره البيت، وده طبعا خطر. طب هنعمل ايه مع الشخصيه دي؟ ما احنا مش كل حاجه بقى هنروح نتطلق، لا. هو مهمل بس ممكن يتعالج. فهنتعامل معاه ازاي علشان نحل المشكله دي؟ اول حاجه لازم تتكلمي معاه بهدوء ومن غير خناق كده، وتقولي له انا مش محتاجه منك فلوس بس، لا انا عايزاك تشيل معايا المسؤوليه. عيالنا محتاجين لنا احنا الاتنين، مش محتاجه بس او محتاج فلوس بس، لا هما محتاجين ان احنا نكون حنينين معاهم، نتكلم معاهم كتير، نشاركهم مشاكلهم مع اصحابهم، حتى لو حاجه تافهه بالنسبه لنا بس هم بالنسبه لهم حاجه كبيره قوي، فلازم نشاركهم افكارهم، حياتهم، اي حاجه وكل حاجه تخصهم. لازم نقرب المسافات، كل ده بطريقه هاديه وراقيه، ومش بنعلي صوتنا خالص علشان ما يسيبش المشكله الاساسيه ويقولك بصي عليتي صوتك، بصي بتقولي الكلمه اللي انا بتضايق منها، ويقعد بقى يمسك في المشكله ونسيب المشكله الاساسيه. احنا عايزين بقى نتكلم بهدوء وبطريقه كده هاديه علشان نحل المشكله دي. رقم 2 بقى، دي للست الذكيه اللي مش بتخلي جوزها يقول لها انت بتودي فلوسي فين. لا تعالى هنا واحنا الاتنين هنحط الميزانيه مع بعض ونشوف اولوياتنا اللي هنصرف فيها، علشان ما تجيش تقولي في الاخر انت بتودي فلوسي فين. لا احنا هنحط ميزانيه مع بعض وتعرف فلوسك رايحه فين. تالت نقطة دي للولاد، خليه يتشارك معاهم حاجات، زي مثلا النهارده هنعمل موفي نايت، هنخرج خروجه مع بعض، حسسيه اللي هم محتاجينه. يعني مثلا في التليفون بصي بنتك مش عايزه تاكل غير لما انت تيجي، يلا يا عم هي مستنياك اهو، مش عارفه ايه. الكلام ده بيقربهم من بعض علشان يحس ان هم مستنيينه محتاجينه. رابع حاجه بقى دي ليكي انت، انا عايزاكي تهتمي بنفسك، بشكلك، بصحتك، بولادك. اهم حاجه تكون عندك صبر وعارفه اللي هو هيتغير ان شاء الله باذن الله يعني. ادعي له كده واعملي الحاجات اللي انا بقولك عليها دي، وفعلا ان شاء الله هيتغير. اهم حاجه بلاش الزن، وانتي تشديه ليكوا من غير ما هو ياخد باله اللي انت بتشديه اصلا. واخر حاجه عايزه اقولها لك، مش كل راجل مهمل هو شرير، ممكن يكون مش بياخد باله من التفاصيل، وممكن هو متربي على كده او متعود على الحاجات دي وهو في بيت اهله. فاحنا يعني هو الراجل بقاله اكتر من 20 سنه متعود على حاجه، واحنا جايين نغير السيستم كله، فلازم يكون في صبر وفي اجتهاد كده منك بطريقه غير مباشره زي ما قلت لك من شويه. وعلشان انت وصلت لغايه هنا فخدي مني قلب، واكتبي لي تحت في التعليقات ان انت وصلت لغايه الفيديو للاخر. لو انت بتحسي بالمشكله دي فاكتبي لي في التعليقات، او غمزي لي كده وشاوري لي من بعيد اللي هو نحن هنا، ايوه انا. بس كده، ده نهايه الفيديو. ما تنسيش تعملي لايك علشان اعرف ان الفيديو عجبك بجد، اعملي لايك علشان اعرف ان الفيديو عجبك، وتعملي لي اشتراك او متابعه علشان تشوفيني تاني لو حابه تشوفيني تاني. ودعوه حلوه كده يعني عشان الواحد يجتهد ويعمل فيديوهات اكتر. بس كده، سلام.